سلام الله عليكم مشاهدينا الأعزاء. الكثير من العرب المشارقة تحديدا يعرفون معلومات عامة سطحية عن الجزائر، أبرزها أنها خاضت واحدة من أعظم الثورات الشعبية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي. في هذا الفيديو نخوض معا في بعض الحقائق التي ربما لا يعرفها الكثير من العرب عن بلاد 1,500,000 شهيد. هناك رواية أولى تقول إن الجزائر سميت بهذا الاسم نسبة إلى بلكين بن زيري مؤسس الدولة الزيرية، والذي أسس عاصمته التي أطلق عليها اسم جزائر بني مزغنة نظرا لوجود 4 جزر صغيرة بالقرب من ساحل المدينة، وهذا ما أكده تاريخيون عرب عظماء مثل الإدريسي وياقوت الحم، واستمر الاسم ليشمل كل أنحاء البلاد في عصر العثمانيين. إلا أن الرواية الأقرب للحقيقة أن كلمة الجزائر تعود في الأصل إلى الكلمة الأمازيغية تيزيري، والتي تعني الليلة المقمرة. على عكس ما يعتقده الكثيرون، فالجزائر ليست دولة عربية، لأن جل سكانها من أصول شمال إفريقية أمازيغية، وما زال أكثر من نصف سكانها يتحدثون الأمازيغية بمختلف لهجاتها، وحتى من يتحدث العربية فهم عرقيا أمازيغ مستعربون. الجزائر هي أكبر دولة إفريقية وعربية ومتوسطية من حيث المساحة، مساحتها هائلة جدا، 80% منها صحراء، تضم أكبر مساحة من الرمال المتحركة في العالم. الجزائر ولد فيها الفيلسوف الفرنسي العظيم ألبير كامو الحائز على جائزة النوبل في الآداب، وكان يلعب كحارس مرمى في فريق كرة القدم التابعة لجامعة الجزائر. تعتبر الجزائر دولة نفطية، فالنفط والغاز يستحوذان على 98% من صادراتها. مجموع المساحات المسكونة في الجزائر هي 12% من مساحة البلاد الهائلة. الجزائر تعتبر الدولة الأكثر غلاء في المعيشة في منطقة شمال إفريقيا. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا.